حكومتك طلع السلاح وروح حارب. انجلش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ أعز الناس في العالم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة بخصوص القضية الفلسطينية. درت فيديو وقلت فيها الناس العزاز قبل ما نبداو هذا الفيديو أنا كمغربي وبحال جميع المغاربة ملكا وشعبا مع القضية الفلسطينية، وكنقول بحال جميع المغاربة بغينا السلم ولا لي شي حاجة سميتها الحرب. ودابا جي باغي نقول لكم واحد القضية، نهضر أنا ولا تهضر أنت ولا بزاف ديال الناس ما عندهم ما يديروا في هذه القضية ديال فلسطين. كيفاش غنهضر أنا ولا تهضر أنت باش نوصلوا ميساج للأجانب؟ كندوي الناس العزاز على أمريكا والغرب وبطبيعة الحال معاهم إسرائيل، وحنا كنشوفوا كاملين أن هذه المجموعة متحدة مع بعضياتها وكيجيو من بعضهم البعض. شفنا كيفاش أمريكا باغا تساعد إسرائيل وشفنا الغرب كيفاش واقفين معاهم، وهذا الشيء هذا عشناه كاملين حنا كعرب. ملي اي مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا عربي كيهضر على القضيه الفلسطينيه كنشوفوا ان الغرب والاجانب كاملين ما كيرضوش. واكبر مثال على ذلك اللاعب ديالنا مزراوي، اشنو داروا ليه الالمان وممكن انه يفسخ العقد ديالو مع البايرن، واشنو داروا الفرنسيين لبنزيما وصلت على انه بغا يحيدوا ليه الكره الذهبيه والجنسيه، ومجموعه ديال اللاعبين العرب كيضغطوا عليهم باش ما يهضروش على القضيه الفلسطينيه وتيقول لك عندنا حريه التعبير. ولكن كيبقى السؤال المطروح، اين هم العرب؟ علاش العرب ما متحدين؟ علاش ما نكونوش حنا متحدين بحال امريكا والغرب واسرائيل؟ كونوا اكيدين كنا متحدين كل دول العالم كاملين كيديروا لنا حساب، كيديروا الف حساب وحساب، ولكن للاسف الشديد هذا الشيء هذا ما كاينش. هادو هما الاسئله اللي اغلبيه الناس كيطرحوهم في هذا الوقت، وحنايا كمواطنين عاديين ما عندنا ما نديروا، ما عندنا صراحه ما نغيروا في القضيه. وهذا الشيء هذا كامل كيبقى في اليد ديال الحكومات ديالنا، حكام العرب اللي عندهم سلطه القرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. كم الرسائل اللي بتجيلي إن نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة، وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين انت؟ هذا هو الواقع. واش غنهضروا حنا مع الاجانب نهضروا بالانجليزيه باش الاجانب يفهمونا ويعرفوا اشنو باغيين نديروا بالهضره؟ فينا هو التطبيق من هذا الشيء هذا كامل؟ فينا هما الجيوش العربيه؟ ولا بقات غير في الهضره الخاويه؟ الهضره الخاويه بعدا راه كنعرفوا ليها حنا كعرب. اما كاينش عصر الدص، ما كاين غير النووي. كنطلقوا من فهمنا يا صحيبي غير النووي. هذا الشيء اللي كنعرفوا ليه، شي حاجه اخرى تطبيقيه راه ما كايناش. فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. انجلش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ما نقول كلام عاقل. كلامه صحيح الناس العزاز في الصميم. شكون اللي غادي يمكن انه يدافع على العربي من غير خوه العربي كيعتبر راسو بحالك بحالو؟ اما باش تسنى يجي الماني ولا بريطاني ولا امريكي يجي يعاونك، هادي راه ما كايناش وما عمرها ما غتكون. وبالنسبه للناس اللي تيقول لك الفلسطينيين باعوا القضيه ديالهم، غادي نشوفوا دابا الاستاذ ياسين العمري اشنو تيقول في هذه القضيه. واش بنادم باقي كتهضر معاه وكيقول لك راه حتى الفلسطينيين زادوا فيها، راهم اللي باعوا الارض ديالهم ودابا جالسين تيبكيو؟ بنادم باقي كيقول هذا الغباء. بغيتي هذا تبني معاه شي حاجه تبني معاه. وبنادم فينا مازال عنده استعداد. بنادم باقي كيتيق دابا تيقول لك لا راه حماس دايره اليد مع اسراء مع الكيان الصهيوني. كتجيني ثقيله نقول ديك السميه الا لا غادي ندوي على نبي الله يعقوب. كيقول لك حماس دايره اليد مع الكيان الصهيوني باش خلاوهم دخلوا ضربوا ديك الضربه، باش يعطيوهم هما السبه باش ينوضوا هما يضربوا في غزه. على هذه 17 عام اش كان كيدير الكيان الصهيوني في غزه؟ كان كيصيفط لهم القوافل الطبيه وكيقول لهم الدراري نقريوهم على حسابنا. كان كيصيب لهم لا ميتويال والسي ان اس اس ودير لهم الرميد. اش كان كيدير الكيان الصهيوني اصلا في 17 عام لما كانش كيطحن فيهم يوميا؟ يعني شنو هو اللي غادي يتزاد دابا؟ نفترضوا نهبطوا لهذا السفه ونمشيو ونقولوا راه حماس دارت اليد مثلا مع الكيان الصهيوني. شنو اللي غيتزاد كاع؟ قال لك لا راه باش يهجروهم ويجريو عليهم لانهم باغيين يديروا واحد المدينه سياحيه وصيبوا واحد لا ماكيت بالفوتوشوب ها المدينه السياحيه اللي غادا دار في غزه.
تظن الفلسطيني عموما والغزاوي على وجه الخصوص الذي هو محاصر منذ ما لا يقل عن 20 سنة، وكانت عنده الفرصة أنه غير يقول يصيبوا ليه الباسبور والجنسية في أي دولة بغى، ومع ذلك لم يترك أرضه، لم يتركها في عز الحصار. في أحسن الأحوال كيوصلوا معاهم 8 سوايع ديال إطلاق التيار الكهربائي، و16 ساعة ما كاينش فيها الكهرباء. ما غنتكلمش على انترنت، انا كندوي معاك على الدواء ديال الدراري الصغار، كندوي معاك على التطبيب، كندوي معاك على تفجير المستشفيات، ما كاين لا طوفان الاقصى ولا يحزنون. ومع ذلك لم يترك الغزاويون ارضهم ومتشبثون بها. في اخباركم انتم عارفين اغلى بقعه من حيث المتراج، المتر كاري، اغلى بقعه في العالم فين كاينه؟ الدار ديال ديك الشيبانيه اللي عاطيه على بيت المقدس مباشره، عندها واحد البويت عايشه فيه هي، ما عاد تكون فيه لا طار تكون فيه واحد 25 ولا 30 متر كاري. تعطاوها الملاير، كتفهم شنو هي الملاير؟ تعطاوها الملاير باش تخوي هذاك البويت ديالها باش يجي يجلس فيه واحد صهيوني، اولا باش يردموه ويديروا فيه شي حاجه ولا فندق على قبل يحركوا ديك السياحه كيسموها السياحه الروحيه، ديك الهضره خاوي ديالهم. قالت لهم هاد الشوفه ديال كنحل الشرجم وكنشوف بيت المقدس، قالت لهم والله واخا تعطيوني الدنيا واللي فيها لا تساوي نظرة واحدة من هنا. تظن هذا بعد قصفين ديال يومين ولا 3 ايام سيترك ارضه على اعتبار انه راه الاخرين دايرين معاهم اليد باش ملي ضربوهم الغزاويين يهزوا قلوعهم ويهربوا، كتسحبهم فيران، كتسحبهم يعني رتعوا في الدنيا كما رتعنا، كتسحب انهم مستعدين لبيع مبادئهم كما بعضنا مستعد لبيع مبادئه. ما تبقاوش تخليو شويه ديال الغباء كيدوز في الطريق يؤثر على طريقه تفكيركم. فنصرة القضيه تبتدئ ابتداء من معرفتها، الاصول ديالها منين جات، علاقتنا بها. في اخباركم باللي المغاربه عندهم وقف باسمهم في القدس، اوقاف باسم المغاربه كاينه في القدس. من منا يعرف هذا ويطالب به؟ باب خاص مكتوب سميتو باب المغاربه. من منا يحدث نفسه أن يأتي عليه يوم يدخل من ذلك الباب، وديك الساعة تصور مع راسك، وقاف وهز التليفون وتصور، ولا ما غنتصور قدام باب المغاربة أنا مغربي ونتصور قدام. من منا يحدث نفسه بهذا؟ من منا يعرف هذا أصلا؟ ورا لا إشكال أن تتحدث في هذا، أنت محمي من جميع الجهات. محمي ابتداء أنه عندك النظام اللي كيحكمك، إمارة المؤمنين، شاء من شاء وأبى من أبى. وامير المؤمنين هو في اماره المؤمنين هو رئيس المجلس العلمي الاعلى، يعني المساله الشرعيه 100%. وهذاك رئيس المجلس العلمي الاعلى اللي هو امير المؤمنين راه هو رئيس لجنه القدس، بمعنى كلامك عن القدس محمي من جميع الجهات، ما يخوفك عليه حتى واحد. تهضر فمك محلول وجهك حمر. اللي جالس كيكتب كالارعن كلنا اسرائيليون، هذاك هو اللي يحشم، هذاك هو اللي خصو يدير راسو في الضص ويخاف، لأنه يتهم المغاربة في عقيدتهم، بل ويتهم إمارة المؤمنين. ملي كتقول أنت باللي راه حماس إرهابية، وعلاقتنا حنا بحماس على المستوى الرسمي ما فيها غير الخير والإحسان. شنو كتهم إمارة المؤمنين ترعى الإرهاب؟ واش عرفتي فين ولينا ولا أشرفها؟ ها القضايا اللي خص الواحد يكون جالس كيعمر بها وقته، ها الأمور اللي خص الواحد يكون كيراقبها. اشنو تقال هنا، شنو مشى هنا، شنو جا هنا. في اخباركم باللي العام اللي فات دارت وقفه في الخليل في فلسطين، وقفه لمناهضه ماذا؟ خرجوا فيها النساء، خرجوا فيها الرجال، لمناهضه التطبيع مع اتفاقيه سيداو ديال التطبيع مع الشذوذ الجنسي، والقضيه مثلا ديال كاع هذه الامور هذه كلها اللي دابا يراد تسريبها من خلال مدونات الاسره على مراحل. في الخليل كتقول لهم ويلي انتم بقى لكم عاد اتفاقيه سيداو حتى هي تنوضوا لها. لا، الناس على مستوى عالي من الوعي بما يحاك للامه. كيقول لك راه الضرب اللي هتجي، الضرب راه ما غيحيدش، ولكن راه جايين حويجات اخرين ستفجر اسرنا وديننا من الداخل. كيقول لك هذا مستوى عالي. هنا معاكم شباب هنا كيقراو معاكم، شحال من واحد عارف اصلا راه كاينه شي حاجه سميتها اتفاقيه سيداو، شنو البنود ديالها، والمغرب واش وقع عليها؟ الا وقع عليها واش وقع على انه قابل البنود ديال الاتفاقيه كلها، ولا عنده تحفظ على بعض البنود؟
يلا خصك الا بغيتي تهضر خصك تعرف راسك علاش تهضر. ثم منين نعرف القضيه كيفاش دايره واهضمها واضبطها كندوز لديك الساعه ما يمكنني ان افعله. كاين الامور اللي هي داخل فيها الامداد، داخل فيها الدعاء، داخل التعريف بالقضيه، داخل فيها الحديث عن القضيه، داخل فيها مجموعه من الامور لا يتسع المقام لذكرها. احيلكم على كتابين. كاين كتاب ديال الدكتور راغب السرجاني تلقاو فورما PDF ممكن تيليشارجيوه، كيتكلم فيه على شي حاجه العدد ما عنديش بالضبط، لكن يتحدث عن اكثر من 1000 وسيله لنصره القضيه الفلسطينيه. طبعا كاين اللي غادي يتحفظ على كلمه القضيه الفلسطينيه كمصطلح، لكن ماشي هذا هو الاشكال. تنزلا غندوزوا هذا الشيء. اكثر من 1000 وسيله، هو 1027 ولا شي حاجه بحال هكا وسيله لنصره القضيه الفلسطينيه. انت دخل لهذوك الوسائل وشوف انت راسك ما يمكنك ان تفعله. وكاين عندك الكتيب ديال الدكتور المقري الادريسي ابو زيد سميتو افهم القضيه الفلسطينيه ليكون لي موقف. هذا الكتاب هذا كيأصل معاك اشنو خصك تفهم باش الا بغيتي تاخذ موقف تاخذو. نعم سيدي وانت واعي به وعارف راسك اش كدير. والى الحديث عن القضيه الفلسطينيه كيف يمكن نصرتها الان الى اخره، طول غير في العزيمه ديال دوك الناس. اذكر لكم غير ما قاله مثلا جهاد حلس. جهاد حلس من صميم غزه والقصف الله اعلم واش غنبقاو نتبعوا التغريدات ديالو ولا غتجينا اخبار انه مات، الله يحفظهم جميعا. قال لك سالني بعضهم، التدوينه ديالو يلا قريتها قبيله، قال لك سالني بعضهم هل تذهبون في غزه الى الملاجئ؟ قال هل تحتمون في غزه بملجا؟ يعني واش عندكم ملجا تحتمون فيه؟ وجاوب جهاد حلس قال له نعم نحن في غزه نلجا الى الله. الناس العزاز هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، تهلاو في راسكم الفيديو الجاي ان شاء الله.